بهدف تبسيط وتحديث المساطر وتحسين ظروف الاستقبال وتقريب الخدمات من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، وذلك تنفيذا لتعليمات الملكية السامية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم. لهذا الغرض تم تعيين 31 قنصلا عاما جديدا وإحداث رقم أخضر استقبل منذ إطلاقه في غشت الماضي 2400 مكالمة. أمين سليماني وسعيد إجاسي. في 3 اتجاهات كبرى تصب الإجراءات والتدابير المتخذة بهدف توفير وتحسين الخدمات الضرورية لمواطنين بالخارج. أولها المساطر الإدارية، حيث تم بتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل العمل على تبسيطها وتقليصها. فيما يخص المساطر، أولا فيما يخص تسجيل الأسماء في الحالة المدنية، خرجنا دورية في شهر غشت مشتركة مع وزير الداخلية اللي فتحنا فيها المجال لكل المواطنين باش يسجلوا الأسماء اللي عندهم فيها رغبة فيها. وهذا كانت نقطة من النقاط اللي كانت تشكل إشكاليات في العلاقة ما بين مغاربة المهجر والعمل القنصلي والقنصليات. اشتغلنا كذلك على نقطة أخرى اللي كانت من بين النقط السوداء، وهي القضية ديال التسجيل ليغاليزاسيون. العملية ديال ليغاليزاسيون كتطلب 7 ديال التوقيعات، وهذه العملية هذه اللي كانت مؤثرة سلبا في العلاقة ما بين الخدمات القنصلية والمواطنين. استطعنا الحمد لله بتعاون الجميع أننا نقلصوها من 7 إلى 2، وهذه غادي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من بداية السنة المقبلة، وغيكون هذه العملية على مستوى العملات على مستوى الأقاليم كلها في بلاد. نقطة هامة أخرى ترهق مواطن المهجر تم البت فيها عبر اعتماد الخدمات عن بعد. ابتداء من بداية السنة المقبلة إن شاء الله هذه العملية ديال الخدمات عن البعد غادي تصبح شيء ثابت مفعل، بمعنى أنه المواطن في أغلب وجل الحالات ما غيبقاش كيضطر أنه ياخذ السيارة ديالو وياخذ نهار العطلة باش يمشي للقنصلية باش يطلب ورقة أو باش يسجل شي حاجة. هناك أيضا خط أخضر مفتوح كوسيلة لتقديم الشكاوى وطلب المعلومات. منذ فتحنا هذا الخط الأخضر توصلنا ب 2400 ديال المكالمات الهاتفية، بما فيها 439 ديال الشكايات. هاد 439 كتشكل 20% في الواقع، الباقي 80% الناس كتسول وكتطلب بعض المعلومات. والعنصر البشري أساس العلاقة بين القنصليات والمغاربة. طالته أيضا هذه الإجراءات الاستعجالية. اليوم تم تعيين 31 قنصلا عاما، انتقاؤهم جاء وفق معايير وثقافة جديدتين. أولا الكفاءة، ثانيا المسؤولية، ثالثا التفاني. ما كاينش إطار اللي غادي يشد عليه، كل شخص تكون أبوابه مفتوحة وكل شخص يكون في تواصل مستمر مع المواطنين ومع الساكنة. وهذه النقطة هذه بالذات غادي نجعل منها نقطة أساسية في التتبع، لأن هناك آلية ديال المراقبة وآلية ديال التتبع. القناصلة العامون الجدد 80% منهم شباب يتحمل المسؤولية لأول مرة، وتمثل النساء نسبة 25%. يزور بلادنا وفد عن اللجنة البرلمانية